اهلا بيكم بعد طول انتظار في اول حلقة من مسلسل انت من احببت. وعلشان ما احرقش عليك يلا بينا نخش في الاحداث على طول. واللي بتبدأ مع الشاب اركان وهو في الجيش بيتدرب، ولكنه بيتفاجئ بصاحبه قدير وهو محتاس ومش عارف يعدي الاختبار. وعلى طول اركان بيروح يساعده وبيعرف ينزل له، ولكن القائد اول ما بيلمحهم بيروح يزعق لهم لان ده دوره هو مش دور اركان. وبيعاقب اركان بان هو هيجري حوالين المكان وهو شايل شنطته وشنطة صاحبه كمان. ومش بس كده، لا ده كمان هيروح لمكتب الضابط ضروري علشان محتاجه في حاجة. وعلى طول بيجري اركان وبينفذ الاوامر وبيقول للضابط القدير ان هو دوره جاي في العقاب فما يتحركش من مكانه. وبيجري اركان بكل سرعته لحد ما بيقع من طوله، وبعدها بيدخل اوضه الضابط وبيتفاجئ من الضابط لما بيطلب منه ان هو اللي هيعزف الاغاني في الحفلة اللي جاية. ومش بس كده، لا دي كمان هتكون اغاني اطفال قديمة، وبيدي الضابط لاركان اغاني يتدرب عليها وبياخدها اركان وبيسهر عليها طول الليل. وبيفضل صحابه يتريقوا عليه وعلى الاغاني اللي بيغنيها. ولكن المفاجأة المرعبة ان بيحصل لهم زلزال خطير بيدمر كل حاجة، وعلى طول بيستخبوا كلهم منه، ولكن المكان بينهار عليهم. وبنروح لبيت اسعد واللي بيكون والد اركان، وبتجري عليهم مديرة البيت علشان تعرفهم بخبر الزلزال. وبيكون اسعد هيتجنن على ابنه، وكمان انجي وام اركان بتسألهم هما ازاي مش عارفين يوصلوا له، وبتنهار من كتر رعبها على ابنها. وبيسأل اسعد في الوقت ده عن ابنه طاهر. في الوقت ده بيكون طاهر في اجتماع مع مستثمر من المستثمرين، واللي بيكون شايف ان اسعد ظالم ابنه طاهر، وان مادام اركان راجع اخر الاسبوع معنى كده ان طاهر خلاص اختفى. وبنعرف ان ابوه بيفرق ما بينهم مع ان المفروض ان طاهر هو الكبير. وبيبقى طاهر حاسس ان هو مش قادر يتنفس وبيستأذن علشان يمشي، فبيجيله اتصال من اسعد وبيعرفوا فيه كل اللي حصل مع اخو اركان، وبيطلب منه ان هو يجي النهارده بسرعه. وبتكون انجي شايفه ان اسعد هو السبب في كل ده لان هو اللي بعت اركان للجيش، وبتقوله ان لو اركان حصل له اي حاجه هي عمرها ما هتسامحه. وبيدخل عليهم طاهر وبيزعق له اسعد علشان اتاخر، فبيرد عليه طاهر ان هو كان عنده اجتماع وبيروح يقعد بعيد. وبنرجع لمقر الجيش والجنود بيدوروا على اي جنود مصابين تحت الانقاض. وفي الوقت ده اركان بيفوق وبيسمع صوتهم وبينده عليهم بسرعه علشان يلحقوه هو وباقي اصحابه. وبالفعل الجنود بينجحوا ان هم يوصلوا له وبيخرجوه وبيطمنوا عليه، ولكن اركان بيسيبهم وبيجري على القائد علشان يطلب منه ان هو يساعد في انقاذ المواطنين. فبيتريق عليه القائد وبيقول له الموضوع ده مش لعبه. فبيقول له اركان ان هو هيكون قد المسؤوليه وهو مش هيكون جبان ومستخبي، وهو شايف ان كل الناس محتاجه مساعدته. وعلى طول بيفكروا بصاحبه محمد اللي استشهد. فالقائد هنا مش بيقدر يرد عليه، وعلى طول بيوافق على طلبه وبياخده فعلا وبيودوه على قرية من القرى، وده علشان ينقذ اي حد من اهلها لسه عايش. واول لما بيوصل بيسمع صوت بكاء طفل وبيجري عليه بسرعة وبيساعده. وبتكون رجليه مصابة وبتدخل عليهم ست كبيرة وبتعرفهم ان في حرامي في المنطقة عمال يسرقهم بعد اللي حصل. وبيطلب منهم اركان ان هما يمشوا بسرعة، وبيلمح من بعيد حركة غريبة وبيعرف في الحال ان هو ده الحرامي. فبيجري وراه لحد ما بيوصل لبيت قديم وشكله من بره بيقول كده ان هو مهجور. ولكن المفاجأة ان دي بتطلع بنت وبتدخل على امها المريضة وبتعرفها ان هي اتصرفت في اكل، وبتطمنها ان اخواتها مش هيتأخروا وهيجوا علشان ينقذوها، وان هي كمان هتتعالج في اقرب مستشفى. في الوقت ده بيوصل اركان عندهم وبيخبط على الباب وبيكون مصمم ان هو يدخل، ولكن البنت الغريبة دي بتظهر من وراه وبتهدده. فبيطمنها ان هو مش جاي يأذيها، ده بالعكس هو جاي هنا علشان يساعده. وبيسألها لو هي الحرامي اللي بتسرق في القرية، فبترد عليه ان ده مستحيل وان هي بس عايشة مع امها بعيد عن اهل القرية. فبيطلب منها ان هو يدخل يشوف بنفسه كلامها اذا كان صح ولا لا. فبتسيبه يدخل الاوضة وبيشوف امها، واول لما بيشوف وضعها بيقول لها ان هو هيعمل المستحيل علشان يلحقها، ولكنها بتطلب منه ان هو ما يتدخلش، وده علشان اخواتها مانعين الدخول او الخروج من المكان غير باذنهم. وبيستغرب اركان من كلامها وبيقرر ان هو هيمشي فعلا، بس بيرجع في قراره في اخر لحظة وبيقول لها ان هو هيفضل معاها لحد لما اخواتها يرجعوا، وده علشان الزلزال اللي مدمر لها البيت اساسا، وبكده ممكن اي حد يهجم عليهم. وبيطلب منها ان هي تشوف له اي حاجة تداري بها البيت عن عيون الناس.
فبتفكر شوية وبتلاقي حل، وبتعرفه كمان ان هي هتجيب اكل وهي جاية. وفي نفس الوقت ده كان في 3 بيراقبوا الوضع من بعيد، وبيكون شكلهم كده ناويين على نية مش كويسة. وبيجي الصبح في بيت أركان وبيكون طاهر قاعد لوحده، وبتدخل عليه أخته وبتشجعه إن هو يجي يقعد معاهم ويعرف خطة أبوهم اللي جاية. فبيتريق عليها طاهر وبيقول لها إن هو كده كده عند أبوهم شخص مش مهم، ومادام هو شايف أركان وبس فملوش لازمة المجية. بس أخته بتقدر إن هي تقنعه إن هو يجي معاها. وأخيرا بيقدر أسعد إن هو يتصل بالقائد بتاع أركان، وبيطمنه القائد إن مفيش حد مات وإن أركان سليم، ولكنه بيعرف إن هو طلع مهمة ومش لاقيينه من ساعتها. فبيبتدوا كلهم إن هم يقلقوا عليه، وبتطلب الأم من بنتها إن هي تحجز أقرب طيارة لهناك، ولكنها بتعرف تهرب من الموضوع ده وبتتحجج بأي حجة. فبتزعق إنجي في أسعد إن هو السبب في كل ده، فبيرد أسعد عليها إن أركان هو اللي طلب يطلع في مهمة. وبنرجع لأركان واللي بيكون قاعد بيحرس البيت ومعاه البنت، وبيعرفها على نفسه وهي كمان بتعرفه على نفسها. وبنعرف إن هي بيكون اسمها دجلة، وبتصارحه بالحقيقة وإن كل الأكل اللي هو شافه امبارح ده مش بتاعهم زي ما هي قالت، وإن هي سرقته من القرية بعد الزلزال. وبتسأله هل كده ممكن ربنا يسامحها ولا لا؟ فبيطمنها أركان وبيقول لها إن ربنا رحيم وهيسامحها مادام هي ما كانش بمزاجها، وإن هي كان لازم تلحق أمها بدل ما تموت منها. وبيخليها توعده إن هي مش هتعمل كده تاني. وبنروح عند خطيبة أركان واللي بتبقى ماسكة صورته وعمالة تعيط، وده من كتر رعبها عليه بإنه مثلا ممكن يكون مات أو حصل له أي حاجة. وبنرجع لأركان واللي بيكون قاعد ياكل مع دجلة وبيسألها هي آخر مرة خرجت كانت إمتى، وعلى طول بيتصدم إن إخواتها حابسينها من وهي طفلة عندها 6 سنين. ده غير كمان إن هي اتحرمت من التعليم. فبيسألها هما ليه بيعملوا كده، فبترد عليه وبتقول له من ساعة اللي حصل في الجنينة، وعلى طول بتعيط ومش بتوضح هي تقصد ايه. فبيتعصب أركان وبيقول لها إن هو هيكلمهم لما يرجعوا. وفي اللحظة دي بتترعب دجلة من ردة فعلهم، وعلى طول بتمشي بسرعة على البيت وبتقفل الباب، وبتطلب من أركان إن هو يمشي ويسيبها. ولكن بيظهر لهم مرة واحدة العصابة اللي كانت بتراقبهم من بالليل، وبيطلبوا من أركان إن هو ما يتدخلش في الموضوع ده ويمشي من هنا، وإن هو ظابط واحد قصاد 3 فمش هيقدر عليهم. بس أركان بيكون رافض يسيب دجلة وأمها، وعلى طول بيحاولوا إن هم يتفقوا معاه إنه يسيب لهم البنت وهم هيمشوا. فبيرفض أركان، فبيبدأ بينهم القتال وضرب النار كان في كل مكان. وبيكون أركان متحاصر وسطهم وبيتصف كتف. وبتطلع دجلة من البيت وبتعرف إن هي تهربه وترجعه للبيت مرة تاني، ولكنه بيتصف بطنه وهي مش بتاخد بالها. وأول لما العصابة بيستخبوا بيضربوا نار على البيت من كل اتجاه، وبسبب كده بتيجي رصاصة في أمها المريضة وبتموت. وفي لحظتها بتنهار دجلة على موت أمها، وأركان بيحاول إن هو يفوقها ويعرفها إن هم أساسا في وضع خطير، وبيحاول إن هو يصوب على العصابة، بس الرصاص اللي معاه بيكون خلص. وعلى طول بيهددوه إن هو لو مطلعش هيدخلوا لهم. وبيقول أركان لدجلة إن هو هيشتتهم لحد ما هي تهرب، ولكنها بترفض وبتقول له إن حياتها ما بقاش ليها معنى بعد موت أمها. وبتحاول إن هي توقف النزيف اللي طالع من جرح أركان، وبتطلب منه إن هو يعيش وإن لسه في حياته حاجات حلوة تخليه يفضل عايش علشانها. وبتشكره على كل اللي حاول يعمله علشان ينقذها هي وأمها. وبتطلع على طول للعصابة بكل شجاعة وبتضحك عليهم وبتقول لهم إن أركان مات وإنها لوحدها. فعلى طول بياخدوها وبيمشوا. وفي اللحظة دي بيغمى على أركان، وبيشوف صاحبه الشهيد محمد وبيقول له إن هو لسه يومه ما جاش، وبيطلب منه إن هو يسلم له على أمه وما يسيبش حق المظلومة دي أبدا. وفجأة بيفوق أركان مرة واحدة، وعلى طول بيكلم الدعم علشان يجوله بسرعة، وبيبلغ عن صفات ال3 اللي خطفوا البنت، وبيخلي الدوريات بتدور عليهم في كل مكان علشان ينقذوا دجلة منهم. وساعتها بتبقى العصابة أخدتها على كهف مستخبي محدش هيعرف يلاحظه، وبيكون واحد من ال3 مركز معاها وهي بتكون مرعوبة منه. وبنرجع لأركان واللي بيفوق وبيلاقي نفسه في عربية الإسعاف، والقائد بتاعه بيعرفه إن أهله هيتجننوا ويطمنوا عليه. فبيطلب منه إن هو ما يقولش كل اللي حصل، وده لأن هو مش عاوزهم يقلقوا عليه. وفعلا بيكلم كل عيلته وبيطمنهم على إن أركان بيكون في أحسن حال. ولكن لما بيجي دور خطيبته بيعتذر إن القائد عاوزه بسرعة، وبتزعل أوي خطيبته من الحركة دي. وعلى طول بتصالحها إنجي وبتعرفها إنها تاخدها معاها بالليل في اجتماع شغل مهم جدا. وبنروح عند دجلة والراجل اللي مركز معاها من الأول بقى معاها لوحدها، وعلى طول بيهجم عليها وبيكون عاوز يعتدي عليها، وهي بتفضل تقاوم وبتترجى إن هو يسيبها. وبيقول لها إن هو مفيش حد هيعرف يحميها منهم خلاص، وإن الضابط اللي كان معاها مات. وبنرجع لأركان
واللي بيكون في المستشفى، ولما بيفوق بيعرف من صاحبه قدير ان هم قبضوا على العصابة وان دجلة كويسة دلوقتي وموجودة في المستشفى كمان. فبيفرح أركان ان هم قدروا يلحقوها، بس بيلاقي خطيبته يوريتشين بتتصل عليه وهو ما بيكونش طايقها، وبيخلي قدير يرد عليها لان حرام يعذبها بالمنظر ده. ولما اخيرا بيرد ما بيكونش طايقها وبينهي معاها المكالمة، وبيعرفها ان هو وراه شغل كتير فلازم يقفل. وبيعرف قدير ان هي اللي مش راضية تفهم ان هو مش بيحبها ومش حاسس ناحيتها باي حاجة. وبياخد قدير وبيروحوا يطمنوا على دجلة، بس اخواتها بيمنعوا ان هو يدخل لها وبيهزقوه ان هو مين علشان يتعامل معاها. فعلى طول بيعرفهم ان هو الضابط اللي انقذها، ولكنهم بيشكروه بكل تعالي واستفزاز وبيخلوه كمان يمشي من المكان. وبعدها اخوها الكبير بيروح لها وبيضربها لانه فاكر ان في بينها وبين اركان حاجة، وهي بتفضل تحلف لهم ان مفيش اي علاقة بينهم. وبيلحقها اخوها الصغير من ايديها وبينيمها على السرير بتاعها، وبيروح يتكلم مع اخوه الكبير وبيحاول يقنعه ان هما يجيبوا دكتورة الاول تكشف عليها قبل ما يعملوا اللي في دماغهم. بس التاني بيرفض، وده لان هما مش هيفضحوا نفسهم ومفيش قدامهم غير حل وحيد. وبتسرح دجلة في ذكرياتها المرعبة لما كانت طفلة، وبيكون من الواضح ان في حد اعتدى عليها، وبتفضل ساكتة ومش بتعترف عليه. وفي اليوم اللي بعده بتروح دجلة مع اخواتها على بيت وبيخلوها تتوضى وتجهز، وده علشان هما هيخلصوا عليها. وبيسألوها ايه اللي نفسها فيه قبل ما تموت، فبتترجاهم ان هي تشوف قبر امها، وبالفعل بيوافقوا على طلبها. ولكن اركان بيكون وصل وبيكون عاوز يقابل دجلة، وبيفهم منهم ان هم هيقتلوها، وعلى طول بيزعق فيهم ازاي هيعملوا كده في اختهم. فبيقولوا له ان هو ده شرف ومفهوش هزار، وان يا اما تموت يا اما تتجوز. وبيفرق قدير الخناقه ما بينهم بالعافيه، وبيقنع اركان ان هم هيلحقوها لما يعرفوا القائد بتاعهم. بس ساعتها اخواتها هيقرروا ان هم هيقتلوها ومش هيصبروا قبل ما اركان يعرف القائد بتاعه، وبيطلبوا منها انها تتشاهد. بس على اخر لحظه ودجله كانت بتنطق الشهاده، اركان بيدخل وبيقرر ان هو يتجوز دجله، وبيعرفهم ان هو هيتجوزها بكره الصبح. وبيطلب منهم ان هم يسيبوا دجله معاه علشان يكون مطمن عليها. بس اخوها الكبير بيرفض وبيكون شايف ان ده فخ من اركان علشان يهربها من المدينه، وعلشان كده بيبعت معاهم اخوها الصغير، وكمان بيدي البطاقه بتاعتها لاركان علشان يعمل تحاليل دم ليها قبل الجواز، وان ده طبعا حقه. وبيروحوا كلهم على المركز علشان اركان يعرف القائد بتاعه باللي حصل. وعلى طول القائد بيهزقه ان هو بيتصرف من دماغه، وبيحاول يقنعه ان هيبقى في حل غير الجواز. بس اركان بيشرح له الوضع واللي اخواتها ناويين يعملوه فيها، وبيدي للقائد بتاعه بطاقتها وبيطلب منه ان هو يستعجل له اجراءات الجواز علشان يتجوز بكره الصبح. وبيوافق القائد وبيعرفه ان هو ياخدها علشان يعمل لها تحليل الدم. وبعدين بيروح اركان يطمن عليها وبيقعد جنبها، وبيطمنها ان هو مش هيسيبها وان اخواتها مش هيعرفوا يعملوا لها حاجه طول ما هي جنبه. فبتساله هو ليه قرر يتجوزها، فبيقول لها زي ما هي انقذت حياته امبارح، وبيفهمها ان ده جواز سوري كده وكده يعني، وبعد فتره يبقوا يتطلقوا وتعيش حياتها اللي هي كانت عاوزاها. بس هي بتترعب من فكره الطلاق، وبتقول له ان اخواتها كده مش هيرحموها ساعتها. فبيقفل على الموضوع وبيقول لها ان هي تنساه دلوقتي وساعتها هيبقوا يفكروا في حل. فبتساله اذا كانت هي هتلبس فستان زي ما امها كانت نفسها ولا لا. فبيعرفها اركان ان ده شيء صعب بس هو هيحاول. فبيعرف منها ان اخواتها دفنوا امها وحرموها من الزياره، وبيقول لها ان هو هيخليها تزور قبر امها غصب عن اي حد. وبالليل بيروح اركان هو وقدير وبيهجموا على محل فساتين، وبيختاروا فستان وجزمه بيكون شكلهم حلو. وبيكون اركان متضايق من نفسه ان هو عمل كده، بس ما بيكونش فيه وقت، وبيسيب رساله اعتذار مع تمن الفستان والجزمه وتصليح الازاز اللي اتكسر. وبنروح عند خطيبته يوريتشين واللي بتبقى متحمسه على الاخر وبتجهز حاجتها، وده علشان جوازها اللي قرب. وبتحاول امها تفهمها ان اركان مش حاسس بيها ومش بيحبها، وان هو زي ما سابها زمان ممكن يسيبها دلوقتي عادي. ولكن يوريتشين بترفض تصدق كلام امها، وبتحاول ان هي تهديها، ولكن بتتفاجئ ان بنتها رجعت تاني تأذي نفسها. وبنفهم ان دي بتكون حالة نفسية بقت تيجي لها من ساعة ما اركان سابها زمان. ويوريتشين بتوعدها ان هي مش هتعمل كده تاني، وان هي عملت كده امبارح من كتر قلقها عليه ان هو يكون حصل له حاجة. وبنرجع للمقر وبنلاقي ان اخو دجلة الصغير لسه موجود، وبيروح يوريله شكل الفستان، وهو بيقول له انه هيعجب دجلة جدا. وبيقول له اركان ان هو طيب مش زي اخوه الكبير، وبيطلب منه ان هو يروح ينام ويطمن على اخته ان هي في حمايته. ولكن التاني بيرفض تماما، وبيعرفهم ان هو هيفضل يراقبهم هنا. وبيتريق عليه اركان، وده لان هم لو عاوزين يخفوه من على وش الارض في لحظة واحدة قادرين ان هم يعملوا كده. وبيروح اركان عند دجلة وبيلاقيها قاعدة بتغني
بتغني اغاني للاطفال وكان صوتها جميل جدا، ولما بتخلص بياخدها وبيوري لها الفستان وبتكون طايرة من الفرحة وبتشكره وبيعرفها ان اخوها تحت رفض يروح ويجي لهم بكرة، فبتفهمه ان هو مستحيل يروح ويكسر كلمة اخوه الكبير، وعلى طول بيسيبها تدخل تنام. وتاني يوم بيكون يوم كاتب الكتاب، وبتكون لابسة الفستان في اوضتها وبتعيط وبتفتكر كل اللي حصل لها من الراجل بتاع العصابة، وان هي قدرت تضربه ضربة وتهرب منه، بس اخواتها بيرفضوا ان هم يصدقوها. واركان بيدخل عليها وبيلاقيها مش لابسة شريطة الفستان وبيسألها عن السبب، وبتعرفوا ان اخواتها هيعترضوا على ده، وده لان هم شايفينها مش كويسة وان هي فقدت شرفها. فهو بيقول لها انا بسألك انت عاوزة تلبسيها ولا لا، فبتعرفوا ان هي اكيد عاوزة تلبسها، فعلى طول بيلبسها لها وبيعرفها ان هي ملهاش دعوة باي حد من هنا ورايح. وبيروحوا يكتبوا الكتاب وبيكون اخواتها قاعدين مستنيين يخلصوا كل الاجراءات دي، وده علشان يطمنوا ان كل حاجة سليمة. والمأذونة في الوقت ده بتسأل دجلة موافقة على اركان زوجليك ولا لا، وطبعا بتوافق، ونفس الكلام لما السؤال بيتسأل لاركان، وبيستلموا هما الاتنين قسيمة الجواز. وبعدها بتروح تبوس ايد اخوها الكبير وهم ماشيين، واخوها بيكون فرحان بالجوازة بتاعتهم وبتسلم عليه اركان. وبنروح على انجي واللي بتكون عاملة حفلة تبرع للايتام، وده بعد ما الزلزال اللي حصل، وبيكون كل اللي موجودين بيشجعوها على موقفها النبيل. وبنروح لاسعد وهو في الشركة وبيدخل عليه طاهر وبيتناقشوا كلهم ازاي يوفروا ميزانية للايتام بدل ما هم موجودين في مراكز الجيش. وبيعرفهم طاهر ان المشكلة في الفندق اللي واخد كل فلوسهم علشان تجهيزه، وبعدها بيطلب من ابوه ان هو يكمل المشروع اللي هو كان شغال فيه، بس ابوه طبعا بيرفض وبيطلب منه يصبر لحد ما اركان يرجع الشركة اخر الاسبوع. فبيتضايق طاهر وبيعرفه ان هو ابنه وانه ليه حق في الشركة زيه زي اركان بالظبط. فبيقول لابوه ان هو خلاص قرر في الموضوع ده، وبيدخل عليهم المساعد بورق مهم جدا لازم يتمضي، فبيختار اسعد اهم قلم عنده وده علشان يمضي بيه الوثائق. وبيقول طاهر في سر ان القلم ده مهم عنده اكتر منه هو شخصيا، وبيمشي وبيسيبهم وبيكلم حد وبيقول له ان اركان هيبوظ الشغل من اول يومين وساعتها بس هيعرف قيمته. وبيحس طاهر ان هو تعبان وبيقع على الارض وبتجيله نوبة صرع وبيترعبوا كلهم من المنظر، بس اسعد كان وصل وبيلحق ابنه وبيقدر يفوقه. ولما بيفوق بيقول له عرفت انك من المستحيل انك تكون كبير العيلة. وبنرجع عند اركان وهو وفى بوعده لدجلة وبيوديها لقبر امها، وبتفضل دجلة تحكي لامها كل حاجة حصلت، وبتعرفها ان هي اتجوزت من اركان اللي انقذ حياتها من اخواتها واللي كانوا هيقتلوها. وبعدها بتلاحظ ان قبر امها متبهدل ومتكسر، فبيطمنها اركان ان هم هيصلحوه سوا، ومش بس كده دول هيكتبوا اسمها على القبر وهيزينوه بالورد، وكمان هيعملوا كل اللي نفسها فيه. فعلى طول بتعيط وبتشكره علشان وفى بوعده. وبنرجع تاني لحفلة التبرعات بتاعتها، وبتعرفهم انجي على خطيبة اركان ابنها، وبتطلب منهم المساعدة في حملة التبرعات دي وبتخليها تطلع تعرفهم على نفسها. وبنرجع لاركان واللي بياخد دجلة وبيمشوا، وهم في الطريق بيقعد يصورها وبيوريها شكلها في الصور قد ايه هي جميلة، وبيتصور معاها ودجلة بتكون طايرة من الفرحة. وبياخدها على فصل الاطفال الايتام، وده علشان هو المدرس اللي هيعلمهم القراءة والكتابة طول الفترة اللي جاية، وبيقعدها وسطهم علشان تتعلم معاهم. وبنرجع تاني للحفلة وبنلاقي عيلة اركان وبيشكروا شخص اسمه كراي، وبنعرف ان هو ده من عيلة كبيرة وانه اتبرع عليهم بتبرعات ضخمة جدا. وبيعرفهم بس ان هو جاي علشان يوصل مراته وهيرجع على شغله، وبيطلب منهم لما يكلموا اركان يسلموا عليه. وبعدين بتتكلم سيرين معاه وبتسأله لو كان اركان هيتجوز اول لما يرجع ولا لا، فبيرد عليها ان ده طبع اركان ان هو دايما ما بيكونش عارف هو عاوز ايه، وبيسلم عليها وبيمشي. وبنرجع تاني لاركان واللي بيكون قاعد بيسأل الاطفال ازاي يكتبوا او يرسموا، وبتكون دجلة في وسطهم بتمسك القلم وبتعرف تكتب الحروف بشكل مظبوط. ولما الدرس بيخلص بتعرفوا دجلة ان هي عامله له مفاجأة، وبتروح تجيب له اكل من اللي هي طبخاه بايديها، وبيقعد ياكل وبيقول لها ان ده احلى اكل هو اكله في حياته. وبعدين هي بتسأله لو هو هيبات معاها النهارده، فبيرفض وبيعرفها ان هما مش متجوزين بجد، وان هما عملوا كده علشان يسكتوا اخواتها، وان هو كده كده قريب هيطلقها. فعلى طول بترفض كلامه وبتعرفه ان هي هتروح لاخواتها لو قال كلامه ده مرة تاني، وبتطلب منه ان هو يوعدها ان هو عمره ما هيطلقها. فبالفعل بيوعدها وبيقعدها تاكل وبيطمنها ان هو مش هيتخلى عنها. ولما بيخلص الاسبوع بيكون اركان هيرجع تاني على بيته، وبيسلم على صاحبه وبيمشي علشان يلاقي دجلة واقفة مستنياه، وبتكون متحمسة ان هي تسيب القرية اللي اتحبست فيها طول عمرها. ولكن اركان بيعرفها ان هي تفضل هنا، وان هو اتفق مع القائد بتاعه وان هو يوفر لها مكان امن
ممكن تعيش فيه، فبتتصدم وبتقوله ان هو برضه اتخلى عنها، بس بيقولها ان هو مش هيطلقها وان هو مش هيخلف وعده ليها، بس هو ما ينفعش تروح معاه ولازم تفضل هنا، وان هو هيبعت لها مصاريف ومش هتبقى محتاجة حاجة. فهي بتقوله ان هي ترجع لاخواتها يموتوها وترتاح افضل ليها، وبتعرفه انها عايشة علشان خاطر ان هو موجود معاها، وعلى طول بتمشي ومش بيلحق ان هو يوقفها. وبنرجع لعيلة اركان، وبيعرف سعد انجي ان هم لازم يعجلوا جوازة اركان لان هي اللي هتنقذ شركتهم، وبتطمنوا انجي ان خلاص اركان هيرجع وكل اللي عاوزه هيتنفذ. وبعدها اركان بيوصل لبيته وبيدخل عليهم، وبيكون معاه دجلة، وبيكونوا كلهم مش فاهمين مين دي، فبيقف قصادهم كلهم وبيقول لهم ان في حاجة لازم يعرفوها. وبتخلص الحلقة لحد هنا، وما تنساش الجزء التاني من المسلسل، واللي هكون سايب لك الاجزاء كلها في الوصف. ولو عجبك المسلسل ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة.